بعد رحيل عطية الله الموسم اللي فات من الوداد الرياضي صوب الدوري الروسي، وبالتالي كانت فرصة لإلياس شتي اللاعب الدولي الجزائري والقادم من نادي أونجي الفرنسي في الانتقالات الصيفية، وكانت فرصة باش يضمن الرسمية ديالو في مركز الظهير الأيسر بالفريق الأحمر، وعطى اللاعب مؤشرات أولية إيجابية بتوافر البروفيل الواعد اللي غيمثل الإدارة التقنية برحيل عطية الله. لاعب عصري كيراوغ وكيتقدم بالكرة للقدام في الثلث الأخير من الملعب، ومعظم التمريرات ديالو كتكون بدقة، ولكن بجانب ذلك بدات كتعصف به الاصابات بشكل متكرر، الشيء اللي خلى مركز الظهير الايسر بلا شونجمون، لدرجه كثير من المرات كان كيلعب زكريا الدراوي اريار غوش، وهذا الشيء لعدم توافر البديل، بالرغم اننا كنا عارفين الدراوي لاعب وسط دفاعي، وهذا الشيء غيخلي اداره النادي السابقه برئاسه البرناكي تستدرك هذا الفراغ مع بدايه الميركاتو الشتوي وتستخدم لاعبين لتغطيه الخصاص التقني في الفريق. وكان ايوب بوشتا المنتدب من شباب المحمديه من البروفيلات اللي غتغطي مكان الياس شتي المصاب وتخلي دراو يرجع يلعب في مركزه المعتاد. ايوب بوشتا قدم اداء متوسط في هذه الفتره من الموسم، وهذا الشيء كان متوقع في ظل عدم الاستقرار التقني اللي عرفه الوداد الرياضي في الموسم اللي فات. مع انتهاء الموسم قامت اداره البرناكي قبل الرحيل ديالها بتوقيع عقود مبدئيه مع لاعبين اهمهم جواد خالوق ظهير ايسر النادي المكناسي صاعد حديثا للدوري الاحترافي، والاداره الحاليه للوداد الرياضي برئاسه هشام ايتمنى قامت بتفعيل العقد المبدئي وتم انتداب جواد خالوق بعد موافقه من رولان موكوينا اللي كان سبق ليه درس بروفايل اللاعب والداتا بيز ديالو باش يصبح رسميا جواد خالوق اولى لبنات المشروع الرياضي لموكوينا مع الوداد الرياضي. وهنا كيجي السؤال، اشنو اللي يخلي موكوينا يوافق على قدوم لاعب تمرس الموسم الماضي بالدرجه الثانيه؟ خليني نقول لك بلي كاين فرق في مؤهلات اللاعب التقنيه والدوري فين لعب وتمرس. وهنا كنتذكروا المجيء الاول يحيى عطية الله في موسم 2020 للوداد الرياضي، وكيفاش بزاف انتقصوا من قيمه اللاعب، خصوصا ان الانتداب ديالو مع احترامي للقرش المسفيوي كان من اولمبيك اسفي، والاهم المجيء ديالو للوداد بعد تجربه احترافيه فاشله بالدوري اليوناني بنادي فولوس اللي كيتحول من بعد من افضل الاظهره اللي مرت بالوداد الرياضي والمنتخب الوطني كذلك، وصاحب اغلى اسيست للمنتخب الوطني في تاريخ مشاركاته بالمسابقات القاريه. وإلا جينا نهضروا على القيمه الفنيه لجواد خالوق، فاللاعب كيتعتبر من اهم ركائز نجاح المشروع الرياضي للنادي المكناسي في الصعود ديالو الدوري الاحترافي الدرجه الاولى. وبناء على هذا الشيء فاحنا بصدد لاعب ملتزم فنيا، وبالحديث كذلك على تقنيه اللاعب، فجواد خالوق كيتعتبر من الاظهره العصريه، لاعب اللي كيجي التقدم بالكره من الثلث الاول من الملعب وكيساهم في البناء من الخلف، ومرات كتار كتلقاه في الثلث الاخير من ملعب الخصم، وهادو من الخصائص اللي كيعتمد عليها رولاني موكوينا في مركز الظهير الايسر، خصوصا في الفتره ديالو مع السان داونز، وكيفاش كان كيلزم اللاعب خوليسو موداو في الانخراط الهجومي عبر البناء خارج المركز ديالو كظهير ايسر. وهادو مهام تكتيكيه غيكون موكوينا في تحدي لتمريرهم لجواد خالوق مع الوداد الرياضي في التربص الاعدادي ديالهم بتركيا. بالاضافه كذلك فجواد خالوق لاعب كيجيد التسديد من برا كاري دي زويت، وكذلك مختص بالركلات الحره بنفس جوده نبيل الولجي الودادي السابق، واللي كان جا في فتره من الفترات السابقه في عهد اكرم من نفس النادي اللي كان جا ليه جواد خالوق. وكذلك جواد خالوق كان كينفذ حتى لي كورنر مع الكوديل. كان هذا تقديم بسيط للاعب جواد خالوق، واي مدى قادر يكون جزء من مشروع رولاني موكوينا الكروي مع الوداد الرياضي. ناقشوا معنا ارائكم على بروفايل اللاعب في الكومونتيرات، حيت كيهمني بزاف الراي ديالكم، وما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك واللايك. نشوفكم حلقه الماجيه، شكرا على المشاهده.